جايه لكم النهارده ومعايا تتبيله حلوه قوي قوي للفراخ، ومش الفراخ وبس، لا، للفراخ المشويه والمحشيه، وكمان الفراخ الصواني والفيليه المشوي والشيش طاووق. الحقيقه التتبيله دي اعتمديها لكل الحاجات اللي هتتبلي بيها. صدقيني حلوه جدا جدا، وانا بشتغل بيها من زمان قوي، بتخلي الحاجه طريه وطعمها جميل ولونها حلو جدا جدا، وريحتها بتبقى مفحفحه في كل حته. معانا بصل وثوم وفلفل اخضر حامي وبارد وبرتقان، وكمان طماطم وخل وليمون عصير، هنستخدم العصير ونبشر القشر بتاعه، ومعايا زبادي وزيت. دي الحاجات السايلة اللي انا هستخدمها. بعد كده بقى، وعلى فكرة عايزة اقولك تستخدمي وانت بتحطي، هما بيبقوا 3-4 معالق زيت، بس تستخدميهم زيت نقي عشان ما يعملش ريحة في الشوي او حاجة. معانا ملح وفلفل وكمون وجوز الطيب وسبع بهارات وشطة، وكمون وكزبرة زي ما قلنا، وبابريكا، وكمان قرفة ناعمة، وبشر الليمون اللي انا عصرته. طبعا انا ببشره الاول وبعدين اعصره. كده انا فرمت في الكبة بتاعتي، فرمت البصل، خدت منه كمية المية كلها ومعلقتين تفل بس، وكمان بشرت الفلفل الحامي والبارد، وبشرت الطماطم، وبشرت او فرمت، يعني فرمت الفلفل والطماطم وفرمت الثوم. تمام. بحط كل ده على بعضه، لان التتبيله دي بتعتمد اكتر على ميه البصل. البرتقان اللي كان عندي دلوقتي حطيته في الكبه، وحطيت عليه الخل والليمون، عصير الخل وعصير الليمون والخل، عشان ما احطش عليه ميه، وفرمته كويس قوي في الكبه. تمام. بقشره بحاله بماله كده، بيدي طعمه حلو وريحه حلوه قوي، او بيبقى فيه فتافيت كده بتبقى حلوه قوي من القشر والبرتقال والليمون، بتبقى جميله جدا. وطبعا الزيت والزبادي. هنحط كل المكونات دي على بعضها. عايزه اقول لك، انت هتفتحها، تغسلي البرتقانه كويس وتفتحيها وتشيلي منها العمود اللي هو الابيض اللي في النص ده، وبعدين تشيلي الحته اللي فوق والحته اللي تحت وتقطعيها وتفرميها بس كده، مع عصير الليمون ومع الخل، بدل ما تحطي ميه. حطينا بقى كل البهارات اللي عندنا على التتبيله دي، وقلبيها تقليبه كويسه قوي، تقليبه حلوه قوي قوي. انا بقى طبعا بشتغل بايدي، عشان يعني قلبتهم شويه الاول كده بالمضرب اليدوي، بعد كده ضربتهم بايدي. وعايزاها انا على فكره، عايزاها تبقى خشنه كده عشان بيبقى طعمها احلى في الفراخ. ولما تاكلي حته وانت مثلا فراخ مشويه او بانيه او فيليه مشوي او حاجه، بيجي كده ببقك حته قشره برتقانه او قشره ليمون او حاجه، بيبقى طعمها وريحتها تجنن جدا. هنا كنت عاملة هتبل أنا كمية فيليه كبيرة ما شاء الله، فما كنت محتاجة كمية التتبيلة الكبيرة دي. وعلى فكرة عايزة أقولك على حاجة كمان، انت ممكن تعملي التتبيلة دي وتشيليها في علب أو في أكياس وتحطيها في الفريزر لحد ما تستخدميها. صدقيني مش هيحصل لها أي حاجة، ولا الزبادي هيبوظ ولا أي حاجة. حطيها في الفريزر مش في التلاجة، ووقت ما تعوزيها ممكن تقعد معاكي 2-3 شهور، مفيش أي مشكلة خالص. تبلنا بقى الحاجة كويس قوي وقلبناها كويس قوي، شايفين كل حاجة شاربة من كل حاجة. هسيب انا انا بالنسبة لي مش هسيبه كتير، لان انا هعبي في العلب واحط في الفريزر على طول. انت بقى لو هتشتغلي بيه تاني يوم، ممكن تبيتيه في التلاجة، تغطيه وتحطيه في التلاجة، او لو مستعجلة عليه ممكن تسيبيه ساعة او 2 وتبدأي تشتغلي على طول. بس طبعا كل ما يبيت معاكي بيكون افضل. انا طبعا سبته حوالي ربع ساعة وبدأت اعبي العلب. كل علبة يعني هم دول 6 علب ما شاء الله، كل علبة واخدة حقها. وطبعا الصوص اللي باقي حطيته على كل وش علبة شوية صوص، لان ده هينفعني في الشوي جدا جدا. لان انت كل شوية بتحطي يجي معلقة كده وانت بتشوي، مع كمان ما تنسيش وانت بتشوي استخدمي، لو بتحب اللية بتاعت الضاني، حط حتة ليا ضاني مع معلقة زيت، وفي الاخر تشوحي بقى بعد ما تخلصي خالص كل الشوي بمعلقة زبدة نيوزيلندي او سمنة بلدي، والف هنا وشفا.